ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا هبه، وان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض حلقه جديده هنعمل فيها نوع من انواع المقالي زي ما احنا شايفين كده، حاجه كده ما بين بلح الشام وصوابع زينب. زي ما احنا شايفين هنعمل النهارده المشبك السوري، بجد حاجه تحفه وحاجه كده. الحاجات دي بيحبها رمضان جدا، كل سنه وانتم طيبين، رمضان خلاص على الابواب، وقلنا نعمل حاجه كده بمناسبه دخلة رمضان علينا. انا كنت بجهز الشربات، فقلت ايه، بجهز شربات رمضان الكميه بتاعتي اللي انا بخزنها عشان رمضان. قلنا نعمل مع بعض النهارده حلقه من المقالي. وبما اني عملت قبل كده لقمه القاضي وبلح الشام، هتلاقوا اللينك دلوقتي انا سايبه لكم فوق ظهر دلوقتي، ممكن تضغطي عليه وتشوفي الحلقه. ان شاء الله الحلقات هتعجبكم جدا. فقلنا نعمل النهارده حاجه جديده، فقلنا نعمل المشبك السوري، بجد حلو جدا وسهل ومفيهوش اي حاجه ومش هيغلبك. اهم حاجه بس في التشكيل بتاعه تخلي بالك علشان الدوائر دي بتفك من الزيت، فعشان كده لازم تشوفي الفيديو بتاعنا لغايه الاخر عشان تشوفي طريقته بتتعمل ازاي. سهل جدا وبسيط. يلا بينا بقى نبتدي ونشوف الفيديو بتاعنا. بس عايزين ايه، نعمل لايك والسبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد وكل افكار جديده وحلوه ان شاء الله تعجبكم. ولو عايزين اي وصفه ان شاء الله قبل رمضان نعملها مع بعض، سيبوها لي في الكومنت واحنا ان شاء الله نجهزها مع بعض. ويلا بينا بقى نبتدي ونشوف الفيديو بتاعنا. يلا بينا، بسم الله. يلا بينا بقى نشوف مكوناتنا عبارة عن ايه. المكونات النهاردة بسيطة خالص، موجودة عندنا كلنا في البيت، مش هنجيب اي حاجة ان شاء الله من بره. هنعوز هنا كوبايتين من السميد، ده سميد بسبوسة عادي خالص، معلوش اي حاجة ولا اي اضافات ولا اي حاجة. هعوز هنا كوباية من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة من بيكنج باودر ما نكترش، ويحطها طبعا عليه رشة الملح. هعوز هنا 120 جرام من الزبادي اللي هي العلبة الصغيرة بتاعتنا. هعوز هنا معلقة كبيرة من السكر، وحط عليها نص معلقة صغيرة برضو من الخميرة، ما نكترش خميرة، انا مش عايزة فيها خميرة كتير. وكمان هعوز هنا نص كوباية من الزيت. بس كده المكونات بتاعتنا، ويلا بينا نبتدي. بسم الله. اول حاجة هنبدأ نعملها، هبدأ دلوقتي احط الخميرة بتاعتي واحط عليها مية علشان تبدأ تخمر الاول. فانا هجيب انا كوباية هنا واحط عليها زي ما احنا قلنا ديت عبارة عن معلقة كبيرة من السكر، وحط عليها نص معلقة صغيرة من الخميرة. انا هحطها في كوباية المعيار بتاعي. انا ديت المية اللي انا هعجن بيها دي مية دافية، دي حوالي كوباية وربع من المية الدافية. انا هاخد منها جزء بس احطه على الخميرة بالمنظر ده كده، وهسيب بقى الخميرة دلوقتي على جنب كده لغاية ما تخمر، لغاية ما اخلص الشغل بتاعي. انا هنا في البولة بتاعتي هبدأ بقى احط الحاجات بتاعتي. اول حاجة انا هبدأ انزل دلوقتي بالسميد بتاعي. انا عندي هنا كوبايتين كبار من السميد بالمنظر ده كده، هبدأ انزل بيهم اول حاجة. وبعد كده هنزل احط عليها نص كوبايه الزيت. يبقى انا دلوقتي هنا عندي كوبايتين كبار من السميد مش عليهم اي حاجه خالص، هحط عليهم نص كوبايه الزيت. بسم الله، هنزل عليهم بالمنظر ده كده. هبدا بقى اقلب كل الحاجات دي كاننا بنعمل ايه، البسبوسه بالظبط. ان احنا عايزين نغلف السميد بتاعي بالزيت. كل الكميه اللي عندي لازم اغلفها كويس بالزيت بالمنظر ده كده. كده زي ما احنا شايفين خلاص. اتاكد بس ان كل السميد بتاعي اتغلف بالمنظر ده كده، خلاص كده تمام. خلاص، حتى احنا ملاحظين ان اللون بتاعه غمق خالص ازاي، عشان شرب من الزيت كله بالمنظر ده، بقى لونه اصفر على غامق شويه. تمام كده. هبدا بقى انزل باقي المكونات بتاعتي. هبدا احط هنا زي ما احنا اتفقنا ديت حوالي 120 جرام من الزبادي، وبعد كده هبدا انزل دلوقتي بالدقيق. دي كوبايه كبيره من الدقيق، عليهم نص معلقه صغيره من بيكنج باودر ورشه الملح برضو. بسم الله. هبدا بس اقلبهم كده مع بعض تقليبه خفيفه. هقلبهم بس كده تقليبه بالمنظر ده. بعد كده هبدا انزل بالخميره. وبعد كده هبدا انزل بنص كميه الميه، مش كلها، لغايه ما اشوف انا هعوز ميه ولا لا، عشان اشوف القوام بتاعي اللي انا محتاجاه. انا هبدا دلوقتي اقلب كده واشوف هتحتاج ولا لا. انا مش هعجن،
انا يا دوبك بس هقلب كل الحاجات مع بعض لغايه ما ايه الاقيهم كلهم امتزجوا كويس مع بعض. انا عايزه القوام بتاعي لا هو تخين ولا هو سايب، انا عايزه حاجه ما بين الاتنين. هي المفروض الكميه اللي عندي هي بتاخد كوبايه وربع ميه اللي احنا معايرين عليها، بس حسب بقى نوع الدقيق زي ما احنا شايفين هياخد ميه معايا ولا لا. تمام، هكمل كميه الميه اللي عندي. بسم الله. زي ما احنا شايفين ما شاء الله، شايفين القوام بتاعه بالظبط، شايفين القوام عامل ازاي، بينزل معاكي من المعلقه بالمنظر ده كده، بس ما يبقاش سايب خالص زي الميه. شايفين القوام ده حلو جدا ما شاء الله. هي كده تعتبر خدت ايه المعيار بتاعي بالظبط، اللي هم احنا زي ما احنا متفقين اللي احنا كنا حاطين كوبايتين سميد وكوبايه دقيق وحاطين عليهم كوبايه وربع ميه دافيه، يا دوبك بالظبط هي خدت المعيار بتاعي بالظبط. مع طبعا ما ننساش اللي احنا عندنا 120 جرام من الزبادي، فيا دوبك بالظبط بالظبط المعيار بتاعي زي ما احنا شايفين كده. خلاص انا هبدا بقى دلوقتي اسيبها ترتاح شويه، هي مش هتحتاج تخمر، انا هسيبها بس تهدى ترتاح شويه عشان كمان تبقى النتيجه بتاعتها احسن معايا. وبعد كده هجهز الزيت ونجيب الكيس الحلواني، وبعد كده نرجع تاني نشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين انا كده خلاص جهزت الزيت بتاعي، وطبعا هنعوز هنا شربات تقيل. الشربات التقيل عامل زي شربات المقالي اللي هو شربات لقمه القاضي وبلح الشام، شايفين تقيل عامل ازاي، شايفين التقل بتاعه، شايفين عامل ازاي. التقل ده بيبقى حلو جدا عشان الحاجه بتاعتك ما تطراش منك بعد كده. اتفقنا طبعا ان شربات المقالي عباره عن كوبايتين وكوبايه ميه، كوبايتين سكر وكوبايه ميه، اللي هي الكوبايتين اللي دايما خلي السكر ضعف الميه. خلاص في اي معيار بقى انت عايزه تضبلي الكميه تقلليها، بس المهم يكون السكر ضعف كميه الميه. خلاص انا حطيت هنا كوبايتين سكر وكوبايه ميه، غليتهم على النار، وبعد كده نص ليمونه. تمام، وسبتهم 5 دقايق، ما بين 5 دقايق ل 10 دقايق، ما تطوليش عليهم. وبعد كده سبته يهدى. حبيتي تحطي له اي منكهات تانية، انا كنت حاطه للشربات بتاعي عود قرفه، بحب ريحته صراحه وطعمه مع الشربات. حبيتي تحطي فانيليا اوكي، حبيتي تحطي حبهان برده بيبقى حلو جدا، فدي حسب ذوق كل واحده وواحده، فبراحتك خالص الفليفر اللي انت بتحبيه مع الشربات. تمام كده الشربات بتاعي جاهز. يبقى زي ما احنا اتفقنا هنعوز شربات تقيل. انا جهزت الزيت، وبرده الزيت ما يبقاش كتير قوي، يعني يبقى معقول، لا منه لا خفيف لا قليل ولا كتير. انا مش عايزاه يبقى كتير قوي عشان المشبك بتاعي ما ينزلش وما اعرفش اتحكم فيه. فلازم يكون الزيت بتاعي الارتفاع بتاعه معقول يعني. تمام كده انا كده خلاص جهزت الشربات وجهزت الزيت. هبدا بقى اجيب العجينه بتاعتي نحطها في كيس حلواني ونبدا نشكلها مع بعض زي ما هنشوف. يلا بينا.
وزي ما احنا شايفين انا كده خلاص خلصت حلقه النهارده اللي عملنا فيها المشبك السوري. ما شاء الله شايفين الشكل عامل ازاي، بجد تحفه. يا رب تجربوها بقى وتقولوا لي ايه الطعم عامل ايه معاكم. ولو عندكم اي تعليقات اي كومنتات سيبوها لي بس في الكومنتس وانا ارد عليها ان شاء الله. ولو عندكم اي ملاحظات، لو عايزين اي وصفه ان شاء الله نعملها قبل رمضان. كل سنه وانتم طيبين، رمضان خلاص على الابواب. لو عايزين تعملوا اي وصفه او عايزين نعمل مع بعض اي وصفه قبل رمضان عشان حاجه رمضان وتجهيزات رمضان، قولوا لي بس في الكومنت واحنا ان شاء الله نجهز حلقه بكل اللي انتوا عايزينه. ويا رب يكون الحلقه عجبتكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ورمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين وتصبحوا على الف خير. باي باي.